مش لازم تكون رقم واحد عشان تكسب، وده اللي عملته برجر كينج من خلال استغلال اخطاء ماكدونالدز. فتعالى نعرف الحكايه، تعالى نعرف القصه. الحقيقه دايما برجر كينج بيصنف ان هو رقم 2، ولكن في بعض الدول هو رقم 2، لكن في بعض الدول هو رقم 1، وده من خلال استغلال الاخطاء اللي بتقع فيها ماكدونالدز. فتعالى بقى نتعرف مع بعض على اهم الاخطاء اللي كان بتستغلها برجر كينج مع ماكدونالدز. اول حاجه كان بيستفادها برجر كينج من ماكدونالدز هي فكره الموقع. ازاي؟ ما كانش بيروح يصرف ابحاث تسويقيه عشان يحدد فين الفروع اللي يروح يفتح، كان بيعتمد على خطه التوزيع اللي كان بيعملها ماكدونالدز ويروح يفتح جنبيه. بالمناسبه اللي بيعمل نفس الاستراتيجيه دي هنا في مصر هي كانت نيوبورن، كان هو الاقدم، واللي جه بعديه المنافس بتاعه اللي هو كان تاون تي. رقم 2 الاخطاء التسويقيه اللي بتقع فيها ماكدونالدز، اللي برجر كينج يعني حدث ولا حرج في الجزئيه دي، بيعرف يستغلها كويس جدا، بيعرف ان هو ياخد اللقطه وياخد الشو على ماكدونالدز. رقم 3 استغلال السمعه. هنا ماكدونالدز ساعات بيقع في بعض الاوقات او في بعض الدول بيقع كده في مشاكل في جزء السمعه، زي ان اللحوم بايظه، زي مثلا ان العيش بايظ. ويمكن شفنا برجر كينج قبل كده عمل حمله زي كده في امريكا واستغل السمعه بتاعه ماكدونالدز وقدر انه يطلع بيها كامبين. اكتب لي في كومنت كلمه برجر كينج وهديك فايل فيه اهم 8 اخطاء استغلتها برجر كينج ضد ماكدونالدز. ودي كده كانت حكاياتي مع مساواتي.